السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين كل سنة وانتم طيبين. طبعا أحب إن أنا أوريكم طبعا النهاردة هنعمل أكلة النهاردة. هو المحشي المصري، يعني ايجيبشن فود زي ما بيقولوا. طبعا هنعمل المحشي المصري محشي عادي. في ناس بتعمله بكذا طريقة، في ناس بتعمله باللحمة مفرومة، في ناس بتعمله رز سادة، في ناس ليه كذا طريقة. أنا النهاردة عامل محشي مصري بيتي عادي، فخلينا نشوف هنعمله ازاي. وقبل ما نبدا خلينا ان انتوا تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب، وما تنسوش اهم حاجه تقولوا اقتراحاتكم وتقولوا تعليقاتكم، وعشان ما نطولش كتير في الكلام. خلينا نبدا دلوقتي. هنعمل النهارده هو المحشي المصري. عندي طبعا كوسه متقمعه، وعندي كمان فلفل متقمع، وعندي كمان بتنجان متقمع اللي هو متنضف يعني كويس جدا، ومعايير الرز كوبايتين من الرز، ومعلقتين توم مضروبين كويس جدا، وعندي طبعا جزرايه، وهيكل فراخ اللي انا هعمل بيه الشرب، وعندي طبعا ربطة شبت وربطة كزبرة، والتوابل بتاعتي هي ورقتين لورا، في معلقة ونص فلفل اسود، معلقة ونص كمون، معلقة ونص كزبرة، وسبع بهارات نص معلقة، وربع معلقة قرفة، وربع معلقة سبايسي، والملح حسب الرغبة. وعندي طبعا عندي كمان مرقة دجاج، ديت اهم حاجة في الموضوع كله. بدأت انضف البتنجان بالشكل ده عشان يبقى سهل معايا في التنظيف. وبعد كده بدأت ان انا انزل الكوسة واقمعها بالسكينة بتاعتها، واعورها بالمقوار بتاع المحشي. بدأت الفلفل اللي انا كمان انضفه بالشكل دوت، وبدأت افرم الشبت والكزبرة والعصب بتاعهم، مش هرميه بل بالعكس او الجدر استخدمه في قعر الحلة من تحت. وبالشكل ده بدأت افرم الشبت والكزبرة واجهز صوص الطماطم عندي. وبعد كده بدأت افرم الجزراية او اقطع الجزراية سلايز اي تقطيعة. بدأت اجهز الحلة عندي، ونزلت بهيكل الفراخ والجزراية، وبعد كده نزلت بالتوابل بتاعتي، وبعد كده خليتها تغلي، خدتها تشميعة ونزلت بالمية، وبعد كده جهزت عندي الحلة اللي هعمل فيها صوص طماطم، وبعد كده نزلت بشوربة الفراخ ورا الطماطم على طول بعد ما خدت الصدمة بتاعتها، وغطيتها لحد ما تتسبك معايا. بعد كده بدأت أصفي الهيكل من الشوربة عشان هستخدمه في المحشي من تحت. بدأت أجهز الحلة عندي اللي هعمل فيها صوص طماطم. حطيت التومة، وحطيت بعد كده التوابل بتاعتي، وبعد كده بدأت إن أنا خليها تشمط شوية، وبعد كده نزلت بالمية أو بصوص طماطم على حسب أنت هتعملها. هو ده التكاية بتاعت أي صوص أو أي شوربة هتعملها، مية أو صوص طماطم. بعد كده نزلت طبعا بالرز والشبت أو الخضرة، وبعد كده قلبتها كلها، وبدأت أفضيها في نفس الصينية اللي أنا اخليها تبرد فيها واللي انا هحشي منها. حطيتها في التلاجة بتاع ربع ساعة ونص ساعة على حسب ما تبرد، واشوفها بعدين. بعد كده بدأت اجهز عندي الرز. طبعا بعد ما برد عندي بالشكل دوت، جبت البتنجان والفلفل والكوسة بالشكل ده. بصراحة كانوا نضاف جدا، وكمان كنت نقعهم في مية فترة كبيرة عشان ما يبقاش فيهم اي حاجة. جبت الحلة ونزلت جدر الخضرة، ونزلت طبعا بهيكل الفراخ، وبدأت احشي، وبدأت ارص في الحلة البتنجان والفلفل والكوسة. الفلفل لازم في الحشو بتاعه يبقى في نص الفلفلاية، ما يبقاش الفلفلاية بحالها مليانة عشان ما يبعترش رز في الحلة. نزلت في المية في قلب الحلة عشان خاطر حواليها حاجة بسيط كده، عشان خاطر وبالراحة، عشان ما يبقاش في رز يقع من المحشي يطلع بره الكوسة او الفلفل او البتنجان. طبعا بعد ما غطيتها من المية وبالمعيار اللي انا عايزه، نزلت عليها برشة التوابل اللي انا كنت عاملها من بقية التوابل اللي انا كنت عاملها اللي هو الميكس، ونزلت عليها بتلات معالق 4 معالق من صوص طماطم عشان يديوني شكل حلو، وغطيتها وخليتها تستوي مع نفسها. وبعد كده جه وقت التقديم، وهو ده احلى فترة بحبها. طبعا زي ما انتم شايفين كان شكل المحشي كان حلو قوي، ومش سايب انا فيها شوية الشوربة دولت عشان بحب اشرب شوربة المحشي، عشان كده خدمت المحشي عشان اشرب شوربة المحشي. طبعا بعد ما عملت كده فضيت الكوسة، وبعد كده جيت لقيتها مستوية حلو قوي، والرز كمان كان مفلفل وما كانش فيه اي غلطة، والكوسة كانت مستوية، والرز كان مستوي، والفلفل كان مستوي، وكمان كان حاجة كده فيها تركاية فعلا يا جماعة. وبصراحة البتنجان كمان كان مستوي قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كان ده شكل المحشي زي ما وريته لكم، بوريه لكم على النور كمان. وبصراحة كان السكين كان عالي قوي. هندوق دلوقتي برضو، وقبل ما ندوق ما تنسوش طبعا تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب، في انتظاركم في كل ما هو جديد. وطبعا المحشي ده اكل المصريين، ايجيبشن فود زي ما قلت لكم. طبعا هنشوف الزوكيني تمام عامله ازاي. مم. مم. كوسه
مم. مم. هو عايز سنة ملح. تمام. الشوربة تقيلة. الله. لا هو مش عايز ملح خلاص. الشوربة فيها سنة حادقة شوية. مم. يا سلام. طعم جميل جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. مستني تعليقاتكم واقتراحاتكم على قناة يوتيوب رامي سعد محبوب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.